مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لحضراتكم نشرة العاشرة. كالعادة دائما نبدأ بالعناوين. فخامة الرئيس سياس أفورقي يفتتح رسميا مهرجان عام 2023 الوطني. سكان مديرية فورو يقومون بحملات تنموية. شرطة الإقليم الأوسط تؤكد على الدور الحيوي للمجتمع لمكافحة الجريمة. تأجيل اجتماعين لمجلس السلم الأفريقي ومظاهرات قرب قاعدة فرنسية في نيامي. زيارة نائب رئيس تايوان إلى أمريكا تثير غضب بكين. الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 5 من موظفيها في اليمن. افتتح صباح اليوم رسميا مهرجان إريتريا لعام 2023 تحت شعار مهرجان الصفوف المتماسكة ببرامج وفعاليات ثقافية وتراثية براقة وحفاوة كبيرة بعد توقف لعدة سنوات جراء وباء كوفيد-19. التفاصيل في التقرير التالي. افتتح فخامة الرئيس سياس أفورقي رسميا اليوم مهرجان إريتريا الوطني لعام 2023. وتفقد فخامته فعاليات المهرجان المزين برقصات فلكلورية التي حضرها كبار مسؤولي الحكومة والجبهة بمن فيهم وزراء ودبلوماسيون مقيمون في إريتريا، وكانت ألعاب ثقافية مذهلة للقوميات الإريترية. وبعد مشاهدة الابتكارات والصناعات والتكنولوجيا التي قدمها طلاب الكلية وغيرهم وكذلك الأفراد، أعرب فخامته عن تقديره وشجعهم وحفزهم بذلك. المهرجان الوطني المنتظم تحت شعار مهرجان الصفوف المتماسكة الذي يستمر حتى 20 من أغسطس سيضم قرى وفعاليات ثقافية وفنية، وتقدم الوزارات والشركات بالتعاون مع وزارتي الإعلام والدفاع معرض بازار، ويشمل معارض للرسم والكتب وجناح ممتع للأطفال وغيرها من النشاطات والفعاليات المهرجانية. أعرب المشاركون عن سعادتهم بأن المهرجان الوطني السنوي الذي تم تعليقه بسبب وباء كوفيد-19 وهو منتدى مهم ينعكس فيه جمالنا وترعى قيمنا وتبرز ثقافة وتقاليد وتاريخ إريتريا، يجب على المجتمع وخاصة الأسر إلى اهتمام جدي لهذا المهرجان السنوي. وننتقل إلى أخبار أخرى، حيث يقوم سكان مناطق فورو وقدم وعد عمارو ومالكا وعد حبيب ولحزين وأفتا وزولا في مديرية فورو بإقليم شمال البحر الأحمر بحملات تنموية تركز على إصلاح الطريق الترابي وبناء المدرجات والمستطبات وإزالة الأشجار الغازية.
وقام مدير المديرية السيد عثمان عرفة بزيارة مناطق مالكا وعد عمارة وعد حبيب، وتفقد العمل الجاري لبناء مصطبات لتحويل مجاري نهري علي قدي وحداس إلى مزارعهم. كما طالب المشرفون على العمل للحصول على الدعم الآلي لإنجاز بناء المجرى التحويلي. واطلع السيد عثمان عرفة على برامج التطوير التي يتم تنفيذها في فورو وقدم ولحزين لإصلاح طريق عصب مسوع وإزالة الأشجار الغازية. وذكر المشاركون بأنهم بدأوا العمل مبكرا للاستفادة الجيدة من المياه، وطالبوا إدارة المديرية لتزويدهم بالدعم لبناء الحاجز التحويلي. قال قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم قرماي قبر ميكائيل في السيمينار المنعقد في 12 من أغسطس في مديرية غازاباندا إن دور المجتمع مهم في مكافحة الجرائم والحوادث. وذكر في معرض تقديمه لقائمة الجرائم والحوادث المسجلة على مستوى الإقليم في النصف الأول من عام 2023 إن 44697 مركبة ارتكبت مخالفات مرورية، وتبع ذلك غرامات إجمالية تزيد عن 8 ملايين نقفة، بينما تم تغريم كل مركبة من بين 198 سيارة خاصة تعمل في مجال غير مرخص به ب5000 وحظر عن الحركة لمدة 3 أشهر. وفيما يتعلق بعدد حوادث المرور ونتائجها، ذكر مصرع 12 شخص وإصابة 363 بجروح خطيرة وطفيفة، ودمرت ممتلكات بقيمة 9 ملايين نقفة في 1262 حادثا في المناطق الريفية والحضرية. وقال إن الجريمة زادت بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2022، بينما انخفضت المخالفات بنسبة 0.3%. وقال الملازم تخلى مريم تكي قائد شرطة المركز السادس إنه من الصعب على الشرطة العمل بفعالية دون تعاون المجتمع. وحثت مديرة مديرية غازاباندا السيدة دهب تسفاي السكان للقيام بدور رائد لكشف الجرائم والمخالفات المرتكبة في مناطقهم. وحث المشاركون الشرطة على مواصلة حملاته التوعوية. نظمت محاضرة للمشاركين في الحملة التنموية الطلابية بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ومكاتب الصحة والعدالة. وأوصى الشاب ياسين علي من مكتب العدل بالمديرية الشباب التصرف بشكل أخلاقي وتجنب الجرائم والإدمان السيء لتأمين مستقبلهم المشرق. وقد حث الممرض عبد الرحمن سعد عضو المكتب الصحي الطلاب على فهم الغرض من المحاضرات والحملات الصحية التي تقام بين الحين والآخر والمشاركة في الوقاية من الأمراض. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب ميرون جبرهوت أن الاتحاد يعمل مع مختلف الهيئات الحكومية والجبهة لزيادة وعي الشباب ومعرفتهم. أعرب الطلاب عن رغبتهم في نقل الدروس المستفادة للآخرين، مذكرين الاستمرار مثل هذه المحاضرات لما تلعبه من دور كبير في رفع فهمهم وتثقيفهم. استشهد في 10 من أغسطس المناضل بهتا سبهاتو طعمة عضو الجيش الشعبي الإريتري عن عمر ناهز 69 عاما. انضم المناضل بهتا سبهاتو طعمة إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في عام يناير عام 1975، وعمل قبل الاستقلال في جهاز الإعلام والنقل والقوات المقاتلة. وبعد الاستقلال عين في هيئة إدارة قوات الدفاع وكذلك هيئة إدارة الفرقة العسكرية 24 في قيادة الجيش الشعبي، وهو مناضل خدم شعبه وبلده بتفان. المناضل بهتا سبهاتو طعمة متزوج وأب ل6 أطفال، وقد وري جثمانه الثرى ظهر يوم 12 من أغسطس في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب الفرقة العسكرية 24 في الجيش الشعبي عن حزنها باستشهاد المناضل بهتا سبهاتو طعمة، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه.
فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. رجاء ابقوا معنا. قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إرجاء اجتماعه المقرر لبحث تعليق عضوية النيجر، وذلك لإجراء مزيد من المشاورات، في حين حذرت روسيا من أن أي تدخل عسكري في هذا البلد سيزعزع استقرار المنطقة. وقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس على لسان المتحدث باسمها أن قادة جيوشها سيجتمعون الأسبوع المقبل من أجل التخطيط لتدخل عسكري محتمل في النيجر. وفي العاصمة النيجيرية تجمع آلاف من مؤيدي الانقلاب للاحتجاج قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لباريس، كما رددوا هتافات ضدها وضد منظمة إيكواس. وفي تطور آخر، عقدت الحكومة التي شكلها المجلس العسكري في النيجر أول اجتماع لها أمس برئاسة عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري الحاكم. سيتوقف ويليام لاي نائب رئيس تايوان والمرشح الأول لمنصب الرئيس في انتخابات يناير في الولايات المتحدة، وهو في طريقه إلى باراغواي لحضور أداء رئيسها اليمين، وأيضا في طريق العودة، الأمر الذي يثير غضب الصين. هذا وتقول تايبيه وواشنطن إن مثل هذه الزيارات روتينية وليس هناك سببا يدعو الصين لاتخاذ إجراءات استفزازية، لكن بكين ردت بغضب على ما تعتبره علامة أخرى على دعم الولايات المتحدة لتايوان التي تعتبرها أرضا صينية. ومن جانبهم يقول مسؤولون تايوانيون إن الصين سوف تستخدم توقف لاي في الولايات المتحدة كذريعة لبدء تدريبات عسكرية الأسبوع المقبل. وإلى ذلك لم تقدم تايبيه ولا واشنطن أي تفاصيل دقيقة حول جدول أعمال لأي في الولايات المتحدة. قالت الأمم المتحدة إن 5 من موظفيها الذين اختطفوا في اليمن قبل 18 شهر يتمتعون بالحرية بعد إطلاق سراحهم من دون الكشف عن هوية الخاطفين. جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، قال فيه إن جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن جميع ال5 يتمتعون بصحة جيدة. وأضاف أن الرجال ال5 يعملون في إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة. وفي فبراير من عام 2022 اختطف مسلحون اشتبه في كونهم من تنظيم القاعدة 5 من موظفي الأمم المتحدة في محافظة أبين جنوب اليمن، حسب ما قال مسؤولون يمنيون للأسوشيتد بريس في ذلك الوقت. نظرا لأن إسبانيا كانت تختنق تحت موجات الحر ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، فإن الجليد على جبالها يذوب، وتؤدي الحرارة الشديدة إلى تسريع اختفاء أكبر نهر جليدي في جبال البرانس. وأظهرت اللقطات التي نشرها باحثون من معهد البرينيه للأيكولوجيا كيف فقد النهر الجليدي حوالي ثلثي مساحته بين عامي 1981 و2022، وانخفض إلى نصف كيلومتر مربع فقط. انخفض متوسط سمك الجليد في النهر الجليدي بحوالي 30 مترا في نفس الفترة. تسارع الذوبان في عام 2021 و2022، وكلاهما دافئان بشكل خاص في إسبانيا، ويراقب الباحثون نفس التطور للعام الحالي. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. فخامة الرئيس سياسة فورق يفتتح رسميا مهرجان 2023 الوطني. سكان مديرية فورو يقومون بحملات تنموية. شرطة الإقليم الأوسط تؤكد على الدور الحيوي للمجتمع لمكافحة الجريمة. تأجيل اجتماعين لمجلس السلم الأفريقي ومظاهرات قرب قاعدة فرنسية في نيامي.
زيارة نائب رئيسة تايوان إلى أمريكا تثير غضب بكين. الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 5 من موظفيها في اليمن. انتهت النشرة، إلى اللقاء.